جلس مع أخته كلمها، شلون انت يا فلانة، عسى طيبة، كيف أموركم، كيف وضعكم؟ يا فلانة أنا ودي أقترح عليك اقتراح. قالت له إيش؟ قال أنت يعني ما جاكم عيال أنت وزوجك وأنتوا فحصتوا، وعلى حسب علمي يعني إن المشكلة عنده ما هي عندك، فإيش رأيك تطلبين منها الطلاق؟ لعل الله سبحانه وتعالى يرزقك ويرزقه. يقول تضايقت، قالت أطلب الطلاق من محمد؟ محمد هذا مالي قلبي ومالي عيني أطلب منه الطلاق؟ والله لو واحد غيرك قالها يا فلان. يقول قلت لها لا أنا قصدي مصلحتك. قالت مصلحتي معه، أنا أحبه وأنا مستمرة معه وحياتي معه، إن رزقني الله منها عيال الحمد لله، ما رزقني الله منها عيال بعيش معه. يقول قلت أنت حرة كيف الله يستر عليك وعليه. وكلم محمد وقال له، قال والله عيت، رفضت، متمسكة فيك مرة. يقول محمد أنا بديت أفكر ووصلت لقناعة إنه أنا مقصر في الدعاء، أنا مقصر في الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. يا أخي أنا بذلت الأسباب الدنيوية صح، رحنا دكاترة ورحنا طب شعبي وعملنا وسوينا وزينا، لكننا تركنا مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. حتى وإذا دعينا ندعي بغير حضور قلب وبغير إلحاح، لا، نبغى نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله كفاه. يقول مسكت زوجتي قلت لها يا فلانة، قالت نعم. قال عندي مشروع أبغى ننفذه أنا وأنتي. قالت وشو؟ قال نبغى نستغفر في اليوم أكثر من 200 مرة، أنت من جهتك وأنا من جهتي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهو بذل سبب، وهو عبارة عن دعاء، فخلينا نستغفر. قالت تم. قالوا طلب ثاني، في آخر الليل إذا قمت أنا قبل صلاة الفجر أقومك نصلي صلاة الليل وندعي. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينزل النزول الإلهي كما يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فليش ما ندعو الله نلح على الله بالدعاء؟ قالت تم ما شاء الله ما شاء الله، زوج وزوجة متناغمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفعلا يقول نفذنا يا أبو أحمد. يقول جاءنا رمضان الماضي، يقول في رمضان أنا طبعا أداوم أشتغل، زوجتي ما تشتغل. يقول زوجتي العادة الشهرية لها في منتصف الشهر، يعني تقريبا في تاريخ 15 من الشهر الهجري تجيها العادة الشهرية، تزيد يوم أو تنقص يوم. يقول عدى عليها 3 أيام ما جتها العادة الشهرية، وقالت لي، يقول قلت لها إيش رأيك أجيب لك جهاز الفحص تفحصين؟ يقول تضايقت، قالت يا محمد ضيق صدري أنت، يا أخي خلاص انتهينا من موضوع الخلفة والأولاد، خلاص يا أخي نرضى بمقسوم الله، كل شوي بتذكرني. قال لا خلاص اللي تشوفينه. يقول تركتها. يقول لما عدى يومين زيادة صاروا 5 أيام العادة الشهرية ما جت. يقول قررت كذا ورحت شريت جهاز فحص الحمل وحطيته عند راسها وهي نايمة وأنا رايح للدوام الساعة 9 الصباح، حطيته عند راسها ورحت. يقول أنا عملي جنبه مسجد، المسجد هذا إمامه الظهر غير موجود في دوامه، فما هو ما يصلي به الظهر، موكلني لأني أعرفه، موكلني أصلي فيه الظهر، وأنا أطلع من عملي دائرة الحكومية جنب المسجد. يقول أطلع الظهر أأذن واجلس وأقيم الصلاة وأصلي بالناس. يقول ذاك اليوم اللي حطيت فيه الجهاز الفحص عند راس زوجتي ورحت للعمل، جاء الظهر ورحت أأذن في المسجد. يقول والله العظيم يا أخ علي إني أنا فتحت مكبر الصوت أبغى أذن لصلاة الظهر وإذا جوالي يدق. يقول طفيت مكبر الصوت ورديت وإذا زوجتي تبكي بكاء قوي. يقول قلت لها يا فلانة عسى ما شر، ايش فيك؟ قولي لي ايش فيك؟ قالت أنا حامل يا محمد، أنا حامل، فحصت بجهاز الفحص وطلعت حامل.
يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد. يقول والله يا أبو أحمد فكيت مكبر الصوت وأذنت ذاك الأذان، ما أنسى ذيك اللحظات وأنا أؤذن لصلاة الظهر يوم جمعة، وعندي البشرى من الله سبحانه وتعالى إن زوجتي حامل. يقول زوجتي الآن في الشهر التاسع، لأنها حامل في رمضان الماضي، الآن هي في الشهر التاسع يا جماعة الخير. نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يسهل لها وأن يرزقهم الخلفة الصالحة، وكل مسلم موحد يا ربي ترزق كل من يريد الأولاد، وكل من يريد الضنا، وكل من يريد الأبناء الصالحين. يا رب أنك ترزقهم، يا رب أنك ترزقهم. نرجع ونقول يا جماعة الخير توكلوا على الله، ابذل الأسباب، ما في مشكلة، اعقلها وتوكل، لكن الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله وألح عليه وانطرح بين يديه. وصدقني الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا.